انا مش عارف انت شفت الفيديو بتاع جيم موسى ولا لا، ولكن الراجل بيشتكي ان في حد خد صوته من الفيديوهات بتاعته وحطها على احد برامج الذكاء الاصطناعي وخلاه يقول كلام مؤذي جدا. طبعا مش محتاجين نقول قد ايه حركه زي دي في مجتمعاتنا العربيه تعتبر كارثه، وسهل جدا تدمر بيوت وتخرب علاقات. لو انتوا فاكرين كنت كلمتكم من سنه على حاجه شبه دي، كانت حلقه الافنجرز. واحدة من أهم ابتكارات الذكاء الاصطناعي هي تقنية الديب فيك. مارفل عملت نسخ 3 دي لكل طاقم التمثيل الخاص بيها. فكرة زي دي أنا كحجاز أرفضها تماما. تقول لي ليه؟ لأن ده هيديهم الفرصة إنهم يستخدموا الشخصيات دي في أعمال لو الشخصية نفسها كانت عايشة ممكن كانت ترفضها أصلا. ده غير بقى إن أنا عايزك تتخيل بعد 20 سنة من استخدام تقنية زي دي إيه اللي ممكن يحصل. أنت كمتفرج ممكن يوصل بيك الحال إنك ما تعرفش تفرق ما بين الصور والحقيقة. فبكرر عليك خلي بالك كويس جدا، لان مع الوقت الادوات دي هتبقى ببلاش، يعني اي حد ممكن يستخدمها وهو اللي بايده يخليها نعمه او نقمه. عشان كده ما تصدقش اي حاجه هتشوفها دلوقتي، وتاكد 100 مره من كل كلمه بتسمعها قبل ما تاخد اي قرار.